السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. تعالوا نعمل مع بعض النهارده عجينه سهله بمقادير سهله. هنطلع منها منين الافران وكعب الغزال والقرص. المقادير بتاعتها: كيلو دقيق، ربع كيلو سمنه، 2 معلقه كبيره زيت، 3 معالق كبار سكر، 3 معالق كبار نشا، معلقه صغيره محلب، معلقه كبيره لبن بودره، معلقه كبيره خميره، ربع معلقه صغيره بيكنج باودر، وذره ملح، ونص لتر ميه دافيه للعجن. اول حاجه بنعملها بنجيب الدقيق ونخله ونحطه في بوله بالشكل ده. هننزل عليه بالمواد الجافه اللي هي السكر والنشا والمحلب واللبن البودره والخميره والبيكنج باودر وذره الملح. هقلب كل المواد الجافه مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده، نخلطهم كده كويس مع الدقيق. بعد ما خلطتهم كويس مع الدقيق هننزل على الدقيق بربع كيلو السمنه. السمنه بتكون من العلبه، ما بتبقاش سايحه ولا سخنه. بعد ما حطينا السمنه بالشكل ده هنحط عليهم معلقتين كبار زيت. هنقلب الدقيق مع السمنه كويس ونفرك فيه لغايه لما يبقى عامل زي حبيبات الرمل بالشكل اللي احنا شايفينه. انا قلبتهم كويس مع بعض. بعد ما قلبناهم كويس كده مع بعض هننزل عليهم بالميه. احنا عندنا نص لتر ميه، بتكون الميه دافيه، ما تبقاش سخنه قوي علشان ما تبطلش معاكي مفعول الخميره. بننزل بالميه شويه شويه لحد ما تتكون معاكي عجينه طريه. هنعجن كده بالشكل اللي احنا شايفينه لغايه لما تتكون معانا العجينه. كده خلاص العجينه بقت معانا هي الطريه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنعجن فيها لمده 10 دقايق. بعد ما عجنت فيها لمده 10 دقايق كده هسيبها كمان 10 دقايق تستريح علشان نبتدي نشكلها. واحنا سايبين العجينه كده تستريح هنجهز الملبن والعجوه اللي هنحشي بيهم كعب الغزال. ولو عايزه تحشي المنين كمان برضو او القرص زي ما انت عايزه. الملبن والعجوه انا ما بحطهمش على النار علشان ما يبقوش جوه العجينه، بيبقوا ناشفين. انا بعملهم كده على البارد. هعجن الملبن بمعلقه السمنه زي ما انتوا شايفين كده، والعجوه برضو هحط عليها معلقتين سمسم وهعجنها. ادي الملبن بقى جاهز معانا، والعجوه هعملها بنفس الطريقه بس هزود عليها معلقتين سمسم. ادي الملبن جاهز وسمسم محمص، وادي العجوه. علشان نشكل كعب الغزال بناخد كميه من العجينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنفردها على الرخامه او على البلانشه بالشكل ده. علشان البلانشه ما تتحركش معاكي حطي منديل مبلول تحتيها علشان ما تتحركش وتعرفي تشكلي العجينه بالشكل اللي انت عايزاه. هنفرد كده العجينه بالنشابه. العجينه معاكي ما تكونش سمكها ما يكونش تخين ولا رفيع، تبقى وسط، علشان طبعا لسه العجينه هتخمر معانا وهي متشكله. بنفردها بالشكل ده. احنا عشان نسهل على نفسنا هنقطعها كده. هنحط بقى الملبن في النص. اهم حاجه ما تكونش سمك العجينه معاكي تخين علشان هي لسه هتخمر. بناخد من الملبن كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعمل رول كده علشان كل كعب الغزال يبقى فيه ملبن. هنلف العجينه كده بالشكل اللي احنا شايفينه، هنعملها رول وهنقطعها. قطعيها الحجم اللي انت عايزاه. بنساوي العجينه بالشكل ده. بنلفها رول ونقطعها بقى بالسكينه. كده جاهز معانا اهو كعب الغزال بحشوة الملبن. هنعمل برضو كعب الغزال بالعجوة. انا كده خلاص قطعته. بنحطه بقى في الصاجات. هنعمل بقى كعب الغزال ابو عجوة وهنشوفه مع بعض. بناخد برضو من العجينة ونفردها بالشكل اللي احنا شايفينه، وباخد من العجوة بعملها رول بالشكل ده. العجوة احسن حاجة ليها ان انت تعمليها على البارد علشان ما تنشفش معاكي جوه العجينة. بتعجنيها بمعلقة السمنة وتحطي عليها معلقتين سمسم. تفضلي تعجنيها كده بايدك لغاية لما تبقى معاكي طرية. احنا كده اهوت حطينا العجوة جوه العجينة.
برضو تقطعيها الحجم اللي انت عايزاه، وما يكونش سمك العجينه تخين معاكي ولا رفيع، لان لسه هتخمر معانا. العجينه دي ما بتخمرش الا لما تكون متشكله. كده بنقطعها اهو الحجم اللي احنا عايزينه. بصوا العجوه جوه ازاي. دي شكلها برضو. ده كعب الغزال المحشي عجوه. هنطلع من العجينه برضو المنين الساده. بناخد من العجينه بالشكل اللي احنا شايفينه وبنفردها كده. تقطعي برضو الحجم اللي انت عايزاه، بتسويها كده. هنقطع بالسكينه المنين الساده بالورد. قطعي الحجم اللي انت عايزاه. اهم حاجه ما تكونش العجينه معاكي سمكها تخين ولا رفيع، بتبقى وسط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هكمل العجينه وارجع لكم عشان نطلع منها بقى القرص. كعب الغزال علشان تيجي تدخليه الفرن علشان يبقى وشه محمر معاكي وتحطي عليه السمسم، بندوب له معلقتين لبن بودره في معلقه ميه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبندهن كعب الغزال وهنرش عليه السمسم ونسيبه يخمر لمده ساعه. ده سمسم محمص. انا ما بحبش ادهنه ولا صفار بيض ولا اي حاجه. هو اللبن البودره بيكون تقيل وتدهني بيه بيبقى لونه حلو معاكي. لو مش عايزه تحطي برضو صفار بيض ممكن تحطي نسكافيه مع لبن بودره، بيبقى شكله حلو، بيطلع لونه حلو معاكي. احنا هنعمل برضو من العجينه دي قرص. باخد كده مقدار من العجينه علشان نعمله سره، علشان نعمل القرصه. وحطيت عجوه في النص. بنكورها كده بالشكل اللي احنا شايفينه علشان تبقى متساويه معانا، وهنفردها كده كلها بسمك واحد. ده شكل القرصه معانا. بنعمل فيها فتحات كده من على الوش كروس، ما بتفتحهاش جامد يعني علشان برضو التخمير، عشان العجوه ما تتحرقش معاكي وهي بتستوي. احنا برضو حشينا القرصه ديت ملبن. انتي عايزه تعمليها محشيه عجوه محشيه ملبن زي ما انتي عايزه تعمليها ساده، دي حاجه ترجع لك انتي. بنكورها بالشكل دوت علشان تبقى متساويه معانا والملبن يبقى متوزع فيها كلها. نفردها برضو بالشكل ده، ما تبقاش سمكها تخين. هنعمل فيها برضو فتحات كده من على الوش. كده خلاص بقى القرص جاهزه معانا. انا خلصت كل مقدار العجينه، عملت منه القرص زي ما انتوا شايفين، وعملت منه كعب الغزال، وعملت منه المنين الساده. بنغطيهم ونسيبهم يخمروا لمده ساعه. بنكون احنا مجهزين الفرن على درجه حراره 200. الشوايه بتبقى شغاله فوق وتحت، وندخلهم الفرن ويطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ادي المنين وادي القرص كده لونهم كويس. القرص والمنين ما بيدهنوش اي حاجه، هو كعب الغزال بس اللي دهنته لبن بودره قبل ما ادخله الفرن. ادي شكل المنين معانا، وادي كعب الغزال بعد ما طلع معانا من الفرن. يا رب تكون الطريقه سهله والمقادير سهله، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه.